أحيانا يكون من الجذاب أن نشاهد كيف يعيش الأثرياء الذين يشكلون حوالي 1% من سكان الأرض، فبدءا بمنازلهم العجيبة ومرورا بألعابهم المجنونة، لا يجد هؤلاء الأشخاص أي حدود لتطلعاتهم وخيالاتهم. سنتحدث اليوم عن 10 قوارب فاخرة للغاية لا يستطيع سداد ثمنها سوى فاحشو الثراء. اليخت الفاخر A. هذا اليخت الفاخر يمكن أن تصفه بأي وصف غير عادي. تم تسمية هذا اليخت على اسم مالكيه، الملياردير الروسي أندري ميلنيتشينكو وزوجته ألكسندرا. يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 400 قدم، وهو يعد ملعبا في وسط الماء للبالغين. يحتوي هذا اليخت على جناح رئيسي مساحته 2500 قدم مربع، بالإضافة إلى ديسكو و6 أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى 4 غرف فاخرة بفضل وجود الحوائط المتحركة. يحتوي هذا اليخت على 3 حمامات سباحة، وأحدها يحتوي على قاع زجاجي يطل على الديسكو، ويتسع اليخت ل14 نزيلا، ويبلغ سعره 323 مليون دولار. إبيفني. ما يزال اليخت الفاخر إبيفني حتى الآن مجرد فكرة تنتظر المالك المناسب لكي يدفع الثمن ويتم بناؤه من أجله. قام المصمم البريطاني أندرو ووف بعمل تصميم مميز للغاية لهذا اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 426 قدما. سيستمتع مالكو هذا اليخت بدرجة عالية من الخصوصية مع متعة كبيرة باحتوائه على جاكوزي وحمام معدني وسينما، بالإضافة إلى قدرة الضيوف على الاستمتاع بالعديد من وسائل الترفيه في طابق كبار الشخصيات. يرى المصمم أندرو ووف أن هذا اليخت يستحق مبلغ 600 مليون دولار، ويتطلع لبيعه مقابل هذا المبلغ. شاداي. حطم تصميم اليخت الفاخر شاداي القالب الخاص بتصميمات اليخوت التقليدية. تصميم هذا اليخت من بنات أفكار المصمم الإيطالي غابرييل تيروتسي، الذي استلهم تصميمه من الرغبة البشرية في الارتقاء عن مستوى الأرض البادي في آثار مثل الأهرامات المصرية وناطحات السحاب الحديثة. تم تصميم اليخت شاداي بحيث يحتوي على كابينة رئيسية على ارتفاع 125 قدما من سطح الأرض، تحتوي على بار ومنطقة لتناول الطعام وحمام سباحة، مما يسمح لملاك اليخت برؤية ممتازة للبحر مع الاستمتاع بالحياة في الأعلى. صقر مالطا. يخت صقر مالطا هو هجين بين يخت فاخر وقارب سباقات. تم استلهام التصميم الفريد لهذا اليخت من قوارب القرن ال19، وتصميمه الذي يتضمن 3 صواري مجهز بأشرعة لتحديد سرعة الرياح، مما يتيح إمكانية قيادته بشخص واحد فقط. يحتوي هذا اليخت الذي يبلغ طوله 289 قدما على 6 كبائن للضيوف تتسع ل12 ضيفا، وتتيح لهم الاستمتاع بمختلف وسائل الراحة والترفيه التي يوفرها اليخت. ويمكن القول على يخت صقر مالطا أنه عبارة عن جنة في البحر، بالإضافة لاحتوائه على زلاجات مائية وأجهزة غوص. بإمكانك أنت وأصدقائك الاستمتاع بأسبوع كامل على هذا اليخت مقابل 400 ألف دولار فقط. شوارع موناكو. أحد الأفكار الإبداعية لتصميم يخت فاخر، ويتكلف تصميمه على أرض الواقع 1.1 مليار دولار. هذا اليخت كما يدل اسمه شوارع موناكو يحتوي على تصميمات مشابهة لكثير من معالم موناكو، مثل كازينو وحلبة سباق مونت كارلو وفندق باريس. يضم هذا اليخت 7 أجنحة للنزلاء مجهزة بغرف لتغيير الملابس وحمامات وشرفات خاصة بها، وجميعها تقع في الجزء المركزي من اليخت. وتبلغ مساحة الجناح الرئيسية 4800 قدم مربع، ويمتد ل3 طوابق. الجزء الوحيد الذي ينقص ذلك اليخت الذي يبلغ طوله 500 قدم هو وجود مالك ملياردير يقوم بدفع التكلفة اللازمة لتحويله من مجرد فكرة إلى أرض الواقع. عزام. في عام 2013 دخل اليخت الفاخر عزام التاريخ كأكبر يخت في التاريخ، بعد أن تغلب على اليخت إكليبس متجاوزا إياه بحوالي 57 قدم. يبلغ طول اليخت عزام 590 قدم، وتعود ملكيته لحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. طلب الشيخ خليفة من مصممي اليخت أن يكون ذو سرعة كبيرة ليصبح بذلك بين أسرع اليخوت على وجه الأرض. بالإضافة لذلك يحتوي هذا اليخت على نظام عسكري دفاعي متكامل مع جناح رئيسي مدرع تماما. هذا اليخت يشير إلى حب الشيخ خليفة للتميز والتفرد، ويدل كذلك على مدى ثرائه الفاحش الذي مكنه من دفع 650 مليون دولار لشراء يخت. جاز.
تم استلهام التصميم المميز لهذا اليخت الذي تم تسميته جاز من ديناميكا الموائع والنظام البيئي تحت الماء. هذا اليخت هو الأول من سلسلة مكونة من 5 يخوت أتت في الأساس من نموذج أولي تم تصميمه من قبل المعمارية العراقية زها حديد. تم تصميم النموذج الأولي لذلك اليخت الفاخر بطول 419 قدم، لكن بسبب شكله وأبعاده الفريدة يتطلب الكثير من العمل التقني قبل البدء في بنائه، لذلك تم بناء اليخت بطول 295 قدما فقط. سكاي باك. يخت سكاي باك يبدو كسفينة سياحية أكثر من يخت فاخر. يحتوي هذا اليخت على 6 طوابق ويتسع لعدد بين 5 و10 نزلاء باحتوائه على 5 أجنحة للنزلاء وطاقم عمل مكون من 25 فرد. يبلغ طول هذا اليخت 262 قدم. يتمتع بتصميمات داخلية عصرية للغاية بالإضافة إلى احتوائه على حمام معدني وصالة ألعاب رياضية وسينما. يحتوي هذا اليخت كذلك على طابق أوسط قابل للطي يمكن استخدامه لتغطية سطح اليخت، مما يعني أن النزلاء يمكنهم الاستمتاع بحمام السباحة بغض النظر عن الأحوال الجوية الخارجية. وفي حالة ملل النزلاء من السباحة في حمام السباحة الدافئ يمكن بضغطة زر تحويل ذلك الطابق الأوسط إلى صالة رقص كبيرة. جنة الجزيرة الاستوائية. إذا كنت تحلم بالحصول على جزيرة استوائية خاصة بك قابلة للحركة، فقد أصبح هذا متاحا الآن بوجود يخت جنة الجزيرة الاستوائية. تم تصميم هذا اليخت من قبل مصممي يخت شوارع موناكو. يخت جنة الجزيرة الاستوائية سيجعلك تشعر وكأنك في جزيرة حقيقية خاصة بك. يقع الجناح الرئيسي لهذا اليخت داخل بركان صناعي يحتوي على شلال مياه يصب بداخل حمام السباحة، كما أنه يحتوي على 5 أجنحة للنزلاء عبارة عن أكواخ تيكي محيطة بحمام السباحة في الطابق الرئيسي. وإذا أردت مع أصدقائك الاقتراب أكثر من الماء يمكنكم الذهاب إلى مؤخرة اليخت، حيث توجد جزر صغيرة تحتوي على كبائن مستقلة يمكن وضعها على سطح الماء مباشرة. هيستوري سوبريم. لعل يخت هيستوري سوبريم بطول 100 قدم ليس الأطول في العالم، ولكنه بما يحتوي عليه بلا شك أكثر اليخوت فخامة على وجه الأرض. يحتوي هذا اليخت على 220 ألف رطل من المعادن والأحجار الثمينة، فهناك طبقة رقيقة من الذهب تغطي كل شيء على متنه، مثل قاعدته وأماكن تناول الطعام ومتنه وسلمه، بل وحتى المرساة الخاصة به. تحتوي غرفة النوم الرئيسية على حوائط مصنوعة من صخور النيازك، وتحتوي أيضا على تمثال مصنوع من عظام حقيقية لديناصور التين. هذا اليخت هو الأغلى على الإطلاق في العالم بسعر 4.5 مليار دولار. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا، وللمزيد اشترك الآن.